الخفاجة. وعلى فكرة حكاية فرس عامر الخفاجة دي برضو حكاية ليها حكاية أخرى يعني يمكن أن نحكيها، وهي حكاية فرس الخفاجة. بعد أن انتصر أبو زيد الهلالي، لحد دلوقتي عامر الخفاجي ما يعرفش إنه ده أبو زيد الهلالي. حتى الآن هو مسعود الشاعر، لكن بيتمتع ببعض البطولة اللي أبداها في السيرة. بعد الانتصار عامر الخفاجة أهدى لأبو زيد الهلالي 3 أفاطين وسأل 3 أسئلة. احنا عايزين نعرف دلوقتي ايه هي ال3 أسئلة اللي هيتسألهم أبو زيد الهلالي، وايه حكاية ال3 أفاطين، وما الذي ستنتهي به الرحلة بعد ذلك. هل بعد انقطع أبو زيد الهلالي الرحلة هيعرف عامر الخفاجي إنه هو أبو زيد ولا مش هيعرف؟ وهنشوف كيف امتدح عامر الخفاجي أبو زيد في غيبته. هو يتصور أن هذا شخص من أفراد الهلالية، وبدأ يمتدح أبو زيد، وأبو زيد خدته النشوة في هذه اللحظة، فامتدح أو يعني أعجب بذاته إلى حد ما، منشدا عن أبو ريا اللي هو أبو زيد الهلالي. وهنشوف بعد كده في الرحلة إلى أرض تونس اللي هي الحكاية الشهيرة بتاعت رحلة الشاعر مسعود ويحيى ومرعي يونس إلى أرض تونس. هنبدأ بالصلاة على النبي ونقول: صلاة النبي تغني عن الجود وتمنع البلا والمراضي، يستاهل عالجته بالصوت اللي معاه كف زيارة مراضي. حلو النبي وحلو رجبيه لما هو بدر البدورة، من يوم جبريل رجا بيه من سابع سما فج نوره. وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. الله اسمعنا. أيوه أنا أول ما أبدي لازم أصلي على الحبيب النبي. صلوا عليه. تحية مخصوص بتاع الصوت والله، واللي يحب النبي سقف النبي وحده. حبيب ومن صلى عليه حبيب، 2000 صلاة ترضي النبي أشرف الأمم. من قبر طه يفج مسك وطيب، ليلي يا ليلي يا ليل. يا ربي أنا في الكون ماليش حبيب غيرك أنت، ما يهمنيش كلام الناس مادام راضي، مادام راضي علي انت. العلم ليك يا رب علام الغيوب انت، العلم ليك يا رب علام الغيوب، علام الغيوب انت. تعبت وبليت ودوايا حداك، دوايا دوايا حداك انت. وازاي احتاج للطبيب المداوي والمداوي يا رب